خيانة الأميرة ديانا للأمير تشارلز. يوم 29 يوليو 1981 اتجوزت ديانا فرانسيس سبنسر بنت عامة الشعب من ولي عهد المملكة البريطانية الأمير تشارلز، واتعمل لها فرح أسطوري اتكلف 110 مليون دولار. شوف يعملوا لهم كام دلوقتي. وحضر فرحها أكتر من مليون شخص غير ال 700 مليون الباقيين اللي شافوا الفرح على شاشات التلفزيون. ديانا في يوم وليلة بقت سيدة القصر الأولى والملكة المنتظرة، ست كل الرجالة هتموت عليها وكل الستات نفسها تبقى مكانها. وبعد كل ده إيه اللي ممكن يحصل يخلي الحياة السعيدة دي تتحول لجحيم لدرجة إنها تخون ولي العهد؟ اسمعوا الحكاية. الأمير تشارلز قبل ما يتجوز ديانا كان كل البنات بتحبه وكل البنات حلوين، طبعا ما هو ولي العهد. أما هو فكان بيحب كاميلا اللي فضل على علاقة بيها لغاية ما قابل ديانا، وبعدين قال لها مع السلامة انت يا كاميلا. أما ديانا ورثة شوية نكد بيور كده عن والدتها، وكانت بتطلع النكد على تشارلز، والراجل أمير وعاوز حد يدلعه مش ينكد عليه، فبسهولة جدا رجع لكاميلا ومن وقت الخطوبة. وفضلت العلاقة دي حتى بعد ما تشارلز وديانا اتجوزوا، خصوصا ان الحمل زود الاكتئاب عندها، ومعرفتها بعلاقات تشارلز مع كاميلا وغيرها خلاها ترمي توبته خالص. ديانا بطلت تحب تشارلز وبقت تحب رجاله تانيين كتير غيره زي جيمس هيويت مدرب الخيول السابق للعيله، لكن دي كانت نزوه وعدت. وفقت ديانا بعدها لبيتها وعيالها، وده كمان لانها بعد كام شهر هيشرف المولود الجديد. المولود الجديد هو الامير هاري اللي طلع شعره لونه احمر شبه لون شعر هيويت بالظبط، ومش بس كده ده بنيان جسمه زيه بالظبط برضه. فطبعا تشارلز الفار لعب في عبه وقال لك الواد ده مش ابني ولا ايه، وقرر انه يحلله هو واخوه بالمره. التحليل اظهر براءة ديانا الحمد لله، بس كسر اي حاجه ممكن تبقى موجوده ما بينها وما بين تشارلز للابد. وهي نفسها قالت بعد كده ان هي وهويت ما حصلش بينهم علاقه كامله الا بعد ولاده هاري بسنتين. صدقه يا ديانا. وعلى أوائل التسعينات كده دخلت ديانا في علاقة تانية مع حسنات خان، دكتور باكستاني بريطاني كانت بتقول عليه أنبل راجل عرفته في حياتها. وفي الفترة دي عرفت ديانا إن تشارلز على علاقة بمربية العيال ولادهم، فكانت على آخرها منه، وده اللي خلاها تكمل في العلاقة دي وهي قلبها مرتاح. وفضلت فيها يجي سنتين بحالهم لغاية ما حسنات قال لها إنه مش حابب لمة المصورين عليهم ولازم تبعد عن الأضواء، وهي طبعا ما تقدرش. ده غير كمان إن والدة ديانا قالت لها تسيبه لأنه مسلم وكده ما ينفعش، فالموضوع باظ. بس قبل ما يبوظ نزل كتاب باسم ديانا بيحكي فضايح العيلة المالكة وغراميات تشارلز، والكل بقى في القصر بيضرب كف على كف مش عارفين يعملوا إيه. نزلوا تكذيب وحاولوا إنهم يلموا الموضوع، بس رجعوا بوظوا الدنيا تاني لما هما كمان سربوا غراميات ديانا اللي كانت بتعملها مع كل راجل شوية، والموضوع بقى على عينك يا تاجر، والكل بقى وشه قد السمسمة. كل ده خلى الملكة إليزابيث تجيب آخرها وتقول لهم إنهم لازم يتطلقوا. وفعلا في أغسطس 96 انفصل تشارلز عن ديانا وانسحب منها لقب صاحبة السمو الملكي، لكنها احتفظت بباقي المزايا التانية اللي كانت بتتمتع بيها، وده لأنها لسه أم للأميرين ويليام وهاري. والشهادة لله إليزابيث كانت عاوزة ديانا تفضل محتفظة بلقب صاحبة السمو الملكي، لكن تشارلز هو اللي رفض. أخدت ديانا 17 مليون جنيه استرليني نظير الطلاق، ده غير مبلغ 400 ألف جنيه استرليني كل سنة، مع الاحتفاظ بحقها في التنقل بعربيات وطيارات العيلة المالكة. بس لأنها مش بتحب تضيع وقت خلصت حكاية الانفصال من تشارلز والدكتور خان، ودخلت في علاقة جديدة مع رجل الأعمال دودي الفايد اللي اشترى لها يخت طوله 60 متر عشان تتفسح فيه هي وعيلتها. وفي يوم وهم ماشيين بالعربية وبيحاولوا يجروا من عدسات المصورين اللي بتلاحقهم بتتقلب بيهم العربية وبيموتوا في 6 سبتمبر 97 في جنازة اتفرج عليها العالم كله. الجمهور البريطاني لوحده سجل مشاهدة وصلت لأكتر من 32 مليون بني آدم. الوفاة دي حواليها شوية غموض، في بيقولوا إنها كانت حامل من دودي وعشان كده العيلة المالكة قررت تتخلص منها، وفي بيقول إن الموضوع ما هو إلا قضاء وقدر. انتوا بقى رأيكم إيه؟ ويا ترى شايفين هي كانت خاينة فعلا ولا مجرد رد فعل لتصرفات تشارلز والضغط النفسي اللي كانت عايشة فيه؟ هستنى رأيكم تحت في الكومنتات.